بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المتابعين متابعين قناة بحرين مكس الشروحات. درسنا اليوم عبارة عن كيفية إلغاء الباسورد على ويندوز 11 اتبعوا وياي الدرس. بسم الله نبدأ. نجي على هذا الخيار، واعتذر منكم على رداءة التصوير لأن أصور بالموبايل، بس أهم شي توصلكم الفكرة. ونجي على خيار سيتنج، ونجي على خيار اكاونت، وبعدين نجي على خيار باسورد. اقصد استغفر الله، على خيار ساين ان اوبشن. بعدين نجي على خيار الباسورد. طبعا الطريقة ما تختلف كثيرا عن الويندوز 10. انا لي شرح سابق على ويندوز 10 بعد. وبعدين نجي على خيار التشينج، راح تظهر لنا هذه القائمة. نخلي الباسورد القديم، تمام، وننزل تحت ونقول له نيكست. بتطلع لنا هذه الخانة. في هذه الخانة إذا حاب إنك تغير الباسورد تحط باسورد جديد، مو حاب تغير الباسورد، حاب تلغيه مثل ما احنا راح نسوي الحين، تخلي دلين كلهم فاضيين وتنزل تحت وتقول له نيكست وتقول له فينيش. زين، اكو طلع. الحين نسوي ريستارت ونشوف. نسوي ريستارت ونشوف. بسم الله، ولا ساين ان. سلام عليكم. اشتغل بدون باسورد. اتمنى ان الدرس استفدتون منه. لا تنسون الاشتراك في القناة لشروحات جديدة قادمة. طبعا ما يختلف عن ويندوز 10، تقريبا نفس الشيء، بس في ناس ما تعرف. ان شاء الله انكم تستفيدون. ولا تنسون الاشتراك في القناة لشروحات جديدة قادمة ان شاء الله. مع الف سلامة.